اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية احنا هنحتفل برأس السنة، بس بطاجن لحمة راس. عظمة عظمة عظمة، حاجة كده كانت فاخر من الآخر. أهم حاجة وانت بتشتري يا سكر لحمة الراس تكون لحمة حمرا، وما تكونش فيها كمية دهون كبيرة. هتبقى أغلى شوية بس بصراحة هتبقى حاجة جميلة جدا. بصوا، هنجيب بقى لحمة الراس. أنا هنا كنت حطاها في الفريزر وسبتها لحد ما فكت. أهم حاجة في الحاجات دي إن انت بتغسليها كويس جدا جدا. أنا هنا بغسلها بالدقيق والملح وبدعكهم كويس كذا مرة لحد ما بلاقي المية بقت شفافة وجميلة جدا. بصوا اللحمة حمرا ازاي، حتى لو في دهن. انا وانا بنضف بقى اللحمه بتاعتي كنت اي حته دهن مش عاجباني كنت بشيلها على طول بالسكينه. حطيت الدقيق وحطيت الملح، وهبدأ بقى ان انا اسيبهم شويه كده وادعك فيهم. بصوا كده الميه بقت شفافه وجميله ازاي. كده تمام التمام. حطيت بقى حله على النار وسبتها لحد ما غليت، ما حطيتش اي حاجه، حطيت بس الميه، ما حطيتش فيها بصل او اي حاجه. هنزل بقى لحمه الراس بتاعتي وهستنى اما الميه تغلي. اول ما المية تغلي باللحمة طبعا هلاقي زي ما بنحط نسلق اي لحمة عندنا، بلاقي فيه شوية ريم كده طلعوا من اللحمة. طبعا على طول بالمعلقة وبشيلهم، اي حاجة بتطلع بستبعدها على طول. بصوا تمام التمام، اي حاجة كانت بتطلع كنت بشيلها. دلوقتي بقى هنزل بالبصل وهنزل بورق اللوري وشوية حبهان، ومش هحط الملح دلوقتي، الملح هخليه في الاخر خالص عشان ما يأخرليش من سوى اللحمة. وبصراحة اللحمة كانت صغيرة ومخدتش وقت معايا خالص في السوا. اهم حاجة ان انت بتشتري اللحمة من مكان انت واثقة في نظافته وواثقة في الحاجات بتاعته. بس كده هسيبهم بقى يغلوا براحتهم خالص. وبصوا، عايزة اقول لكم فعلا ان هي والله مخدتش سوا خالص معايا، وكانت جاهزة وفي منتهى الجمال. هي كده زي الفل. هروح بقى اعمل بقى البصل بتاعي عشان احطه في الطاجن بقى. هجيب بصل قد 3 4 بصلات وهقطعهم التقطيعة اللي تريحك بقى، كبير صغير مش هتفرق. انا بقطع البصل بقى بتاعي كده. البصل ده هو اللي هيدي تطعيمة حلوة قوي للحمة. قطعت البصل بتاعي خلاص. وكمان هحطه بقى في الطاسة واحط معاه معلقة زبدة وشوية الملح ورشة الفلفل الاسود، مفيش اكتر من كده. وادي الفلفل الاسود واسيبه بقى يدبل شوية على النار. ايوه تمام التمام. بصوا، اروح بقى عشان اجيب الفلفل. اهو بنضف الفلفل بتاعي عشان هقطعه برضو. طبعا عندك فلفل الرومي والفلفل الحراق. بصراحة الطاجن لو ما كانش حراق كده ومشطشط مش بيبقى حلو. لكن لو عندك اطفال طبعا خدي بالك من من الفلفل الحامي ده، ما تحطش كتير. بقطع بقى الفلفل الاخضر بتاعي برضو قد نفس التقطيعة بتاعت البصل كده بالظبط. انا عايزه اقول لكم ان انا لحمه الراس دي ما كنتش باكلها ابدا، بس بصراحه يعني لما كنت بعملها لامي الله يرحمها ودقتها في مره قالت لي دوقيها وشوفيها، دقتها طعمها عجبني. لكن هي الحاجه الوحيده اللي باكلها بقى في الحاجات اللي هي الفشه والكرشه والكلام ده، لا بصراحه ما عجبنيش طعمهم خالص. اللي بحبها قوي هي بتاع لحمه الراس. الله يرحمك يا امي ويرحم امواتنا جميعا ان شاء الله. بص انا هنا اللحمه الراس خلاص اتسلقت تمام، وقطعتها صغير شويه، بس خدي بالك ما تقطعهاش كبير، ما تقطعهاش قصدي صغير قوي علشان خاطر ما تتهريش منك. لا انا عايزه حته اللحمه برضه تكون باينه.
بس كده. هنزل بقى بلحمة الراس. ممكن هنا تحطي فصين من التوم، بس انا بصراحة نسيت احط. هنزل بقى بلحمة الراس كده وهقلب بقى. زي ما قلت لك، ما بتقلبيش كتير وما بتعمليش كتير، هي اصلا كده كده مستويه، يا دوب هتكمل سواها في الطاجن وخلاص الاكله بتاعتنا هتكون خلصت. انا بعتذر طبعا عشان عندي برد والصوت بتاعي رايح خالص، الحمد لله. بس هتبدا بقى ان هي ايه، اول ما الاقيها بدات تاخد وتدي كده مع البصل هنزل بثلاث طماطمات كده مبشورين. وخدي بالك الطاجن ده ما بيحبش الطماطم الكتير، هو يا دوب ثلاث طماطمات كده وحلوين قوي. ايوه بس كده. هديها تقليبه برضو وخلي ايدك خفيفه في التقليبه، احنا مش هنهري اللحمه، عايزين اللحمه تبقى القطع بتاعتها برضو باينه وجميله. بس الثلاث طماطمات دول اللي احنا حطيناهم هما اللي هيعملوا لنا الصوص الجميل بقى اللي هيبقى في الطاجن. هسيبه بقى ياخد ويدي برضو مع نفسه، وبعدين هنزل بثلاث معالق بالظبط من الشوربه بتاعت لحمه الراس. لو مش عايزه تحطي ممكن تحطي ميه سخنه، بس اهم حاجه الميه تحطيها سخنه. بس كده. كده لحمة الراس بقى ظبطتها، ظبطت الملح بتاعي وحطيت بهارات، وحطيت كمان معلقة صغيرة من السبع بهارات. وكده كانت تمام التمام. هجيب الطاجن بتاعي، انا طول ما انا كنت شغالة بقى كان الطاجن بتاعي في الفرن بيسخن. طلعت الطاجن من الفرن. بصوا كده، بصوا جمالها. والله هي ممكن تتاكل كده كمان، حاجة في منتهى الجمال. رغيف عيش بقى يا ست الكل واديها. بصوا طلعت الطاجن من الفرن هو سخن، يا دوب حطيت فيه معلقة الزبدة كده من تحت، حتى شوفوا صحت على طول ازاي. بس ونزلت بقى بالايه، بالبصل واللحمة وكل الجمال ده. بس في ثواني بيخليه ايه، بيشكشك على طول عشان الطاجن كان موجود في الفرن. بس كده. وتدخلي بقى كل اللي احنا عملناه والجمال ده كله، هندخله في الفرن. مش هيكمل 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، وهيكون الأكل بتاعنا جاهز. بس حطيناه في الفرن. بصوا. هسيبه بس كمان يحمر شوية وارجع لكم تاني. بصوا هنا بقى لما احمر، والله منتهى الجمال، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. حطينا قرن الفلفل ده كده عشان نزين الطاجن بتاعنا، مع شوية رز أبيض يا ست يا ست الكل، أو مع العيش عادي، ممكن تغمسيها بالعيش عادي. كانت حاجة في منتهى الجمال. عايزة أوريكم كمان اللحمة، والله كانت دايبة دوب. بصوا كده معايا اللحمة كمان اهي، بصوا. حتة اللحمة محافظة على نفسها كده، ما اتهرتش، وفي نفس الوقت صغيرة قد اللقمة بتاعتنا. بصوا. جربيها وبجد بالطريقة دي هتدعيلي.